جوع اخر الليل واللي بيحصل فيه. طلعت كيس اللحمه اللي كنت سلقاها وشايلاها في الفريزر عشان كنت تعبانه، بس قلت لا انا جعانه بقى دلوقتي ولازم اقوم اعمل ايه، اكله كده حلوه عشان ايه ناكلها كده بالليل ونتدفى. زي ما انتوا شايفين طلعت الكيس من الفريزر مجمده، قلت هو النهارده. جبت الصاج بتاعي كده ورحت حاطه فيه معلقتين سمنه بلدي كنت لسه مسيحاها ونازله بكميه اللحمه. عايزه اقول لكم وصفه خطيره. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين، جوع ده اخر الليل وانتوا عارفينه، وكلنا بنتكلم على جوع اخر الليل. معلقه توم كده حلوه ورشه كمون صغيره ومعلقه فلفل اسود ومعلقه كزبره، واروح ايه مشوحه التوم باللحمه زي ما انتوا شايفين، واروح ضايفه عليهم بقى ايه شويه خل كده صغيرين، والصلصه بتاعتنا المتصلصه اخد منها شويه كده، ويلا بينا بقى تاخد غلوتين كده مع بعضيهم. كنت عملت شويه رز بالشوربه، شايفين اللحمه طالعه عامله ازاي والرز بتاعنا طالع مفلفل ازاي. ما انا بقول لكم جوع اخر الليل ده واللي بيحصل فيه. هروح جايبه بقى اطباقي الحلوه كده وبقول لكم ازيكم حبايبي عاملين ايه، يا رب تكونوا بخير. فقررت زي ما احنا بنجوع اخر الليل وبننزل وصفات اخر الليل، اعمل كده اكله اخر الليل تكون سخنه للناس اللي بتبقى قاعده قدام المستشفيات. حاجه بسيطه كده زي ما انتم شايفين، يعني خيارية وعلبه عصير وايه وحبه رز سخنين وحته لحمه كده حلوه، وبدأت أعبيهم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. والله لو هي حتى رغيف فينو وبضاية مسلوقة وحتة جبنة وواحدة عصير هتبقى برضو هتنجز معاكي. فأنا قلت كده زي الكبار ممكن ياكلوا الأكلة دي وأنا رايحة قدام مستشفى أطفال، هاخد برضو حاجة كده خفيفة هوريها لكم معاكم كده. خلصت كل الكمية اللي معايا، وهبدأ بقى ايه بعد ما ايه ما تبرد معايا سنة بس بسيطة كده عشان ما اقفلش العلبة، وايه واجمعها. طبعا سامعين صوتي، معلش اعذروني على الصوت. وخلصت بقى كل الكمية زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. هروح بقى جايبة ايه، جايبة قطعة باتيه وواحدة عصير وواحدة خيار وعلبة زبادي كده ومحملاهم في اكياس وكده. بقى انا بدأت البس واطلب بقى الرحلة بتاعتي عشان اروح قدام مستشفى ابو الريش الاطفال. واشوفكم على خير يا حبايبي، ودايما سالمين وبخير وبصحة واولادكم بخير يا رب العالمين. واشوفكم على خير يا حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله.